الله الله الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. معاكم عمر هنا في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا مراجعه لافضل ايربودز موجوده تحت ال1000 جنيه. صراحه انا كنت بدور كتير قوي على افضل ايربودز موجوده، بشوف السيمي اوريجينال وبشوف الاوريجينال وبشوف الحاجات دي كلها، بس طبعا مفيش اوريجينال تحت ال1000 جنيه، بس نعديها. المهم انا كنت بتفرج كتير جدا علشان انا عايز سماعه اعتمد عليها بشكل شخصي، والصراحه انا ما لقيتش افضل من السماعه دي. والسماعه دي اللي هي جايه من ايتل اي تي دبليو 60 من شركه اورايمو. هي طبعا من ايتل، بس طبعا هي متعاونه مع شركه اورايمو. حاجات برضو اللي خلتني ان انا عندي الدافع ان انا اقدر اشتريها، وهل انا اقدر اعتمد عليها ولا لا، لان اورايمو هي شركه معروفه جدا في السماعات، ودي حاجه ممتازه سواء بقى في الديزاين بتاعها اللي انت من بعيد هتعرف ان دي بتاعت اورايمو من شركه اورايمو او لا. وهنا كمان لو انت خدت بالك من العلبه، لو لاحظت كده هتلاقي هنا ادي الشعار بتاع ايتل، وهتلاقي هنا كمان ادي الاصدار. طبعا ده شكل السماعه، وهتلاقي كمان تحت هنا كده مكتوب لك باي اورايمو، ودي برضو حاجه كويسه جدا. والنهارده انا جاي بقى اديك كل المراجعه وكل التفاصيل وكل المميزات والعيوب بتاعت السماعه دي، اقول لك ايه تجربه الاستخدام، وهل هي فعلا بتقدم قيمه مقابل السعر ولا لا. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنتكلم عليها وهو الديزاين. الديزاين هنا يعتبر هو من البلاستيك، بس من البلاستيك هنا متين، مفيش اي حاجه تخليك اللي انت تحس ان البلاستيك ده ضعيف خالص. من اول مسكه الكيس، من اول كمان فتحه السماعه هنا، اللي هي بالمناسبه السماعه هنا تقدر ان انت تفتحها بايد واحده اهو، تقدر انت تفتحها بايد واحده. وهنا كمان الماجنتيك بتاع السماعه هنا هو تحفه جدا، الماجنتيك بتاعها ماسك جامد. حتى كمان السماعه هنا كمان او كمان حاجه حلوه ان هي ما بتقعش، يعني انت لما بتيجي بتشد هنا بتحس ان فيه مقاومه. ماجنتيك محترم جدا وممتاز في سعر اقل من ال1000 جنيه. السماعه هو حجمها مش صغير، مش زي ايربودز ال3 او الايربودز بتاعه الايفون، لا هي اكبر شويه، اكبر شويتين، بس السماعه استيل حجمها حلو جدا في الايد، تحس ان انت ماسك سماعه قيمه. حتى هنا كمان شعار ايتل موجود. هنا كمان لو هتيجي نبص لتحت هتلاقي هنا الحاجه الوحيده اللي مضايقاني الشحن جاي بمايكرو اس بي، ودي حاجه الصراحه مضايقاني شويه ان هو جاي بالمايكرو، بس هنا في السلك بتاعه جاي معاه. انصحك اللي انت لما تلاقي جراب ليها تروح تجيبه على طول، لان هي ممكن تتخربش منك بمنتهى السهوله. هو ده التعليق الوحيد على الديزاين بتاعها. طبعا عندك تحت الشعار في هنا 3 لمبات بتعرفك الشحن بتاعها بتاع الكيس قد ايه. ده بالنسبه للشكل الخارجي. لو جينا بقى فتحنا كده وشوفنا السماعات، هتلاقي اول السماعه كده اهي. السماعه حلوه جدا الصراحه، مش شايفها ان هي كبيره. والسماعه هنا طبعا الزرار بتاعتها هنا تاتش، ممكن تحول يمين او شمال على حسب زي ما انت عايز. ضربتين بتعمل بوز، ضربتين كمان بتشغل الاغاني، بالثلاث ضربات ورا بعض بتحول يمين او شمال على حسب زي ما انت عايز. هنا الانوار بتظهر اول ما تيجي تحط السماعه كلها، وتقول لك السماعه هل دي هي الكيس مشحونه لغايه الاخر ولا لا. تعالى بقى نتكلم عن المواصفات بتاعت السماعه دي. اول حاجه هنا انت عندك سعه البطاريه بتاعت السماعه دي 35 ملي امبير بتاعت الكيس، وده رقم محترم جدا. وهنا عمر البطاريه يقدر يقعد مع 35 ساعه هو من اول ما انت تفتحها وتشتغل بيها، وده يترجم لنا ان هي تقدر تقعد معاك ساعتين ونص بلاي تايم و3 ساعات سبيك تايم. يعني انت تقدر ان انت تشغل اغاني لمده ساعتين ونص بدون ما تفصل منك، و3 ساعات لو انت هتتكلم المايك بتاع السماعه. اللي هو بالمناسبه المايك بتاع السماعه هنا افضل مايك انا سمعته لغايه دلوقتي في السعر اللي تحت ال1000 جنيه، وهتسمع الصوت بتاعه وانت اللي هتقيم بنفسك. ده المايك بتاع السماعه. ده كده بنعمل تيست عشان نشوف هو الجوده بتاعته عامله ازاي. ده كده هنا كده في الدوش الصوت بتاعه واضح ولا لا. وطبعا انتوا طبعا هتقيموه. انا طبعا بتكلم بصوت واطي، ممكن اعلي صوتي كده ونشوف الدنيا هيبقى عامله ازاي. طبعا بصوت الواطي والصوت العالي، ادي الصوت العالي اهو. هنشوف بس عشان انا دلوقتي مش معرفش الصوت عالي ولا لا، بس هنشوف كده في الاخر وهديله تقييم من اعتقد الصوت دلوقتي. احنا دلوقتي هنا دلوقتي الدنيا هاديه شويه اهو. طبعا هيفرق معاكم دلوقتي. من اول ما اتكلمت كان الدنيا كانت دوشه، دلوقتي بقت الدنيا هاديه. اي نعم، انت ممكن ما تلاقي الازعاج كتير، بس انت صوتك ستيل واضح. يعني انا كمان كنت موطي صوتي في الاول، ولما عليته الصوت كان واضح بالرغم ان كان في دوشه حواليا، بس الصوت كان ممتاز. ودي حاجه الصراحه ابهرتني جدا في السماعه دي. وليه انا بقول لك لو السماعه دي هتقعد معاك 35 ساعه؟ لان السماعه دي ما بتتشحنش 3 مرات، انت ممكن تشحن السماعه بتاعتك 6 مرات. فانت لو هتيجي تقول 6 مرات في ساعتين ونص، لو انت بتعمل ساعتين هتمسك ان انت قعدت يعتبر شبه اليوم كله من غير ما تشحن السماعه دي ولا مره. الصوت هنا بالنسبه لي انا هقيمه على حاجتين عشان تبقى فاهم. اول حاجه هقيم لك الصوت على جوده الصوت نفسها، وهقيم لك الصوت على حسب علوه. اول حاجه جوده الصوت هنا افضل ما تكون. مهما انت عليت الصوت بتاع السماعه هتلاقي ان التريبل البيز كل حاجه واخده مسار لوحدها، ما بتلزقش في بعضها، مش سايحه في بعضها. الصوت بتاعها واضح. في بعض الحاجات كده اللي انت بتقيمها في السماعه اللي انت بتلاقي ان في تريبل وبيز، حاجات في الموسيقى لما انت بتيجي
بتتعمق كده وبتسمع الصوت بتلاقيها ورا الاغنيه، انت فاهم قصدي؟ الحاجات دي واضحه جامد قوي هنا، مهما انت عليت بتلاقيها ان هي واضحه وصريحه ظاهره. مش تعالى بقى نتكلم عن علو الصوت. علو الصوت هنا هو مش افضل حاجه، يعني احنا اتكلمنا على الجوده، لكن هنا لما تيجي تعلي مش اعلى حاجه انت ممكن تلاقيها، في اعلى من كده بكتير، بس هنا الصوت بتاعها برضو استيل حلو. يعني السماعه دي لو انت عندك دوشه حواليك فانت هتسمع الدوشه وهتسمع الموسيقى في نفس الوقت. عايز حاجه تعزلك فدي ما فيهاش اي عزل خالص، وكمان انت هتسمع الدوشه اللي حواليك لو دوشه قويه، لو دوشه بسيطه مش هتسمعها، يعني لو دوشه بسيطه قوي مش هتسمعها. ده غير كمان ان السماعه دي احلى حاجه فيها ان هي كمان اول ما جيت جبتها على طول اقترنت بالموبايل من غير اي مشاكل. هي ظهرت على طول، عملت لها اقتران، ما فيهاش بقى مشاكل بقى ان انا اقعد اعمل اقتران او انزل لها برنامج او الحاجات دي كلها، مفيش الكلام ده خالص. واحده بس طبعا هي بتقترن لما تيجي تشيل سماعه، لازم تشيل السماعه، يعني مش بتفتح كده هي تقترن لوحدها، لا لازم تشيل اي واحده منهم وتحطها في ودانك، او مش لازم تحطها في ودانك، اول ما تمسكها بتعمل كونكت على طول على سماعه واحده، ونفس الكلام اللي الثانيه اول ما تيجي تقفلها. وما فيهاش اي سنسور لما تيجي تشيل السماعه تقفل لوحدها، مفيش الكلام ده. هي لازم انت تقفل بوز بالموبايل او تعمل ضربتين عشان تعمل بوز للسماعه. وده طبعا مش سبونسر، عشان برضه الناس ما تجيش تقول ان انا بعمل كده ترويج، لا ده مش سبونسر، انا جبتها بفلوسي الشخصيه علشان اجربها واقول لكم ايه الدنيا معاها. صراحه السماعه دي بالسعر 750 جنيه، والسماعه دي تقدر ان انت تجيبها من بعض المحلات بضمان 6 شهور او بضمان سنه، وطبعا لو ضمان سنه يبقى افضل حاجه علشان طبعا تقدر تبقى تقضي عيوب الصناعه. السماعه دي افضل سماعه تقدر تجيبها 1000 جنيه. صراحه سماعه ممتازه سواء جوده صوت او كواليتي او كمان عمر بطاريه، كل حاجه تحفه فيها. السماعه دي اقدر ارشحها لك، وهي سماعه ايتل ITW60 من اورايمو او من ايتل تبع اورايمو. لو الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، في امان الله. وبالنسبه للسماعه هنا على فكره عشان نسيت اقول حاجه، السماعه هنا كمان ما فيهاش ديلي، يعني لما تيجي تلعب هتلاقي نفسك ان انت بتلعب نفس الكلام اللي بيحصل، اي خطوه انت بتعملها بتظهر معاك، مفيش اي ديلي في الالعاب، هتلاقي نفسك ان انت بتلعب كل حاجه كاستمايز مع بعضها، يعني مفيش اي تاخير، هتلاقي الدنيا ممتازه جدا عندك معاك لو انت بتلعب. بس عشان نسيت اقول الحاجه دي، يلا في امان الله.